في استجابه سريعه من السيد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد. تاني يوم على طول بعد المكالمه مباشره راح له واحتفل معاه بعيد بلاده. ما تيجي نشوف الموضوع ده، ايه رايك؟ طبعا انا اتفرجت طبعا عليه، بس لا اشوفه تاني. نشوف اللقاء ده. شوف اللقاء ده. ما فيش حد بيسأل عليا أبدا، ولا زملاتي ولا أي حد من النادي المصري اللي عمري قضيته في النادي المصري. ما فيش حد في النادي المصري بيسأل عليا أبدا. ما فيش حد بيسأل عليه ولا حد بيقول له أنت فين. من يوم ما مرض وهو قاعد في البيت أنا وهو لوحدنا وولادنا بس، لا أكثر ولا أقل. ده راجل تعب وخدم وحارب. ده قاعد في الجيش 7 سنين في حرب 73، قعد من 67 ل 73. يعني راجل الحرب وراجل السلام. تعب ثورة وتعب في الحرب وعمل، يعني ادى لمصر كتير قوي قوي قوي. فمن حقه ان هو ياخد حتى ولو 1 من 1000 من اللي هو اداه لمصر. معالي المحافظ، تحياتي من خلال برنامج حصاد النهار قناة النهار رياضة. كان في تقرير لنجم بورسعيد العظيم الكابتن محمد شاهين وهو عاتب بعض الشيء على عدم السؤال. قاعد ان يا اما بكره بعد الظهر بس تطمئن على الوضع، يا اما بعد بكره هكون عنده، وهو هيكلم حضرتك يقول لك كان عندي في بيتي محافظ بورسعيد وجه زارني. سيادة اللواء يعني مشكور جدا 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 على الزيارة بتاعه دي في بيتنا، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه إن شاء الله. الجمهور كله بيسأل يعني هتعمل ايه مع النادي المصري؟ النادي المصري والله يا كابتن، انت عارف ان احنا يعني انا قلت قبل كده البورسعيديه وانا طبعا منهم. النادي المصري ده يعتبر وراثه، يعني انا بحب النادي المصري. ممكن اكونش ليا الظروف حكمت ان انا اروح ماتشات نتيجه شغلي، لكن هو حب النادي المصري عندنا ده مرتبط ببورسعيد وان احنا بورسعيديه. فطبعا يعني انت بتحب حاجه لازم تشوفها وتوليها وتراعيها وتشوفها. الطبيعي ان احنا بنحب النادي المصري، لازم نراعيه ونوليه ونلبي مطالبه لو له اي حاجه، وعلى قدر الامكان. الحقيقه الظروف يعني الاقتصاديه برضه يعني محدوده شويه، لكن على قدر الامكان بنحاول وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا. احنا نجحنا الحمد لله النادي المصري بعد غياب 2 سنين انه يرجع، ورجع الحمد لله وكويس، ونتائجه الحقيقه يعني على قدر الامكان نتائج مقبوله او معقوله. طبعا يعني عندنا امل ان النتائج تبقى احسن من كده، لكن في حد ذاته الرجوع واللعب وتحقيق فوز و2 ده في حد ذاته يعني حاجه كويسه. مشاريع اللي سيادتك هتعملها في النادي المصري؟ والله هم الشباب في النادي المصري كانوا عايزين يعملوا عدد من المشاريع كده، منهم انشاء بعض المحلات في الملعب اللي هو عند كفاله اليتيم، بحيث يدر عليهم نوع من الدخل، يعني اضافه ان احنا نعاون في شويه اعلانات برضه تحقق دخل النادي المصري، بالاضافه لموضوع النادي الاجتماعي، على اساس يعني نخلي النادي المصري ان شاء الله يعتمد على نفسه، ما يبقاش فيه اعتماد بعد كده على حد يصرف على النادي. تبقى مؤسسه رياضيه، نامل انها ان شاء الله تبقى مؤسسه رياضيه تشيل نفسها بنفسها وتحقق نفسها ان شاء الله.
يعني أنا شاكر جدا ليه، وشاكر جدا إنه هو جالي واتصل بيا يعني، ودي حاجة بترفع من الروح المعنوية. شكرا للفاضل السيد الوزير المحافظ سماح قنديل محافظ بورسعيد لاستجابته السريعه والفوريه لبرنامج حصاد النهار، وزياره نجمنا الكبير كابتن محمد شاهين. كابتن محمد شاهين هينافسنا بعد كده ما شاء الله، عملنا من لقاءات وحوارات والحاله المعنويه، وكان عيد ميلاد بيقول له كل سنه وانت طيب ويديك طول العمر. طبعا بشكر احمد وجيه وجمال عمار من بورسعيد ايضا. اعتقد ان دي رساله دايما يا رب كده يخلينا عندنا يعني الصحه وطول العمر ان احنا نتواصل مع الناس ونتواصل مع الحالات الانسانيه اللي ادت لمصر الكثير والكثير.